السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من داخل بمارستان المنصور قلاوون بشارع المعز بمنطقة النحاسين. الوصول للمكان اللي احنا فيه سهل جدا، تركب اي حاجة من السيدة عائشة وتيجي لهنا عشان نتكلم مع بعض عن تاريخ وعمارة البمارستان المنصوري العظيم اللي احنا فيه دلوقتي. كلمة بمارستان هي كلمة فارسية بتعني المستشفى او مكان المرضى. بمار يعني مريض، وستان يعني مكان، اللي احنا حرفناها بعد كده المورستان زي ما هنشوف دلوقتي. البمارستان ده اتبنى في العصر المملوكي البحري، بالتحديد في سنة 1284 لسنة 1285. بنى السلطان المنصور سيف الدين قلاوون اللي هو سابع سلاطين دولة المماليك، واللي حكم حوالي 10 سنين من سنة 1279 لسنة 1290 لغاية ما مات. وقلنا قبل كده ان أسرة قلاوون حكمت مصر والشام حوالي 100 سنة، وحكم منها 5 أجيال: قلاوون وولاده وأحفاده اللي من أشهرهم السلطان حسن وأبناء الأحفاد وأحفاد الأحفاد، لغاية ما الأسرة انتهت ودولة المماليك الأولى اللي هي دولة المماليك البحرية انتهت على إيد السلطان الظاهر برقوق اللي أسس دولة المماليك الشراكسة في حدود سنة 1382. قلاوون جه هنا وبنى مجموعة معمارية. المجموعة دي بتتكون من أكتر من أثر، طالما قلنا مجموعة فيها قبة ضريحية، مدفن، القبة أهي، وجنب منها المأذنة بتاعة السلطان منصور قلاوون، وعمل مدرسة لتدريس المذاهب السنية، دي إيوان من إيوانات المدرسة، وعمل البمارستان اللي احنا فيه لعلاج المرضى. وبيقال إن البمارستان ده هو السبب في تشييد قلاوون للمجموعة بتاعته. ليه بقى؟ لأن قلاوون لما كان المساعد بتاع بيبرس ودراعه اليمين في سنة 675 هجري 1276 ميلادي، كان في غزوة ضد الروم خارج مجاهد. الغزوة دي كانت في جنوب الأناضول، جنوب تركيا النهاردة. وبعدين جابوا له علاج من البمارستان بتاع نور الدين محمود زنكي اللي موجود في دمشق، وتم شفائه. وطلب منهم ان هو يركب علشان يروح يشوف البمارستان ده، فعجبه، فنظر لله نذر، قال لو ربنا وصلني لحكم مصر انا هبني بمارستان في مصر اعظم من البمارستان اللي انا اتعالجت فيه. وقد كان. لما وصل للحكم قلنا في سنه 1279، قعد كام سنه بقى يتخلص من المنافسين له، ويشتري مماليك جداد اللي هم المماليك الشراكسه، ويسكنهم في ابراج القلعه، ويظبط نظام الدوله، ويشوف الموالين له، ويشوف اعدائه. بعد 4 سنين ابتدى يبني المجموعه بقى اللي احنا فيها. الامير اللي كان مشرف على الكلام ده هو الامير علم الدين سنجر الشجاعي، اللي هو شاد العماره اللي زي المقاول كده النهارده. علم الدين سنجر الشجاعي هو ابقى على قاعه ست الملك. قاعه ست الملك اللي احنا فيها دي، ست الملك اللي هي اخت الخليفه الحاكم، اخته الكبيره اللي تسببت في مقتله بعد كده، او هي اللي قتلته. احنا بنتكلم في العصر الفاطمي من سنه 990، يعني من اكتر من 1035 سنه كانت هنا قاعة ست الملك اللي هي في القصر الغربي الصغير. لان احنا كان عندنا قصرين، من هنا جه الميدان اللي في النص اللي بره ده اللي هو ميدان بين القصرين، الروايه الاشهر لنجيب محفوظ، القصر الشرقي الكبير اللي كان في شرق المدينه اللي عمله جوهر الصقلي للمعز، والقصر الغربي اللي عمله العزيز لما وصل للحكم اللي احنا فيه ده. فعلم الدين سنجر الشجاعي ابقى على قاعة ست الملك زي ما هي باواونها الاربعه، 4 ايوانات. ادا ايوان، الايوان اللي هي برضه قاعه بالفارسي، وقصاده ايوان تاني هنا هنشوفه دلوقتي، وفي هنا كده في الحته دي هنروح له حالا، وفي هنا ايوان اللي انا فيه دلوقتي اهو، وفي قصاد الايوان ده ايوان ورا المستشفى الحديثه دي. المستشفى الحديثه دي هي اتبنت قريب، وزاره الصحه بنتها في الحديقه بتاعت البمارستان القديم، في وراها بمارستان، في وراها ايوان من الايوانات الاربعه. كل ايوان من دول كان بيعالج تخصص. مش احنا لما بنبص في المدرسه بنلاقي فيها 4 ايوانات زي ما قلنا كده في مدرسه السلطان حسن، كل ايوان في مذهب معين، الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي. هنا بقى عندهم تخصصات الطب الاربعه اللي هي ايه؟ قاعه للنساء، وقاعه للجراح، وقاعه للطبائعي اللي هو بتاع البطنه، وقاعه للكحال اللي هو بتاع العيون. وعمل كمان مدرسه للطب. ممكن تكون هي القاعه دي ان هو كان بيدرس الطب على المرضى، مش بس الموضوع يعني كان علاج وخلاص، لا ده كان فيه تدريس زي المستشفيات الجامعيه النهارده اهو. دي قاعه
من ضمن القاعات بتاعت البيمارستان. حتى قلاوون لما عمل الكلام ده اوقف عليه 1000 درهم. 1000 درهم ده مبلغ ضخم جدا، يعني مليون درهم. هم ما كانش عندهم رقم مليون، فكانوا بيكتبوا كده في المصادر يقول لك 1000. وقال ان هو بقى وقفه على كل من هو دونه، على الملك والمملوك، العبد والحر، الغني والفقير، الذكر والانثى، الكبير والصغير. وكان في كمان قاعة بيركبوا فيها الأدوية والمعجون والأقراص. كان المريض بيدخل، بمجرد ما بيدخل خلاص بيخلع ملابسه ويستلم ملابس جديدة، ويقولوا هو خارج يعني كل العلاج بقى على نفقة الدولة، على نفقة البيمارستان، ما بيدفعش أي حاجة خالص. وهو خارج ياخد 5 دنانير ذهب. ليه؟ علشان يقولوا ما يضطرش ان هو يشتغل في فترة النقاهة فيمرض فيرجع لهم تاني فيصرفوا عليه اكتر. تخيلوا كل واحد خارج لازم ياخد فلوس. وكان في بمارستانات تانية يقول لك برضه ما يخرجش الا اذا اكل دجاجة كاملة قدام الطبيب بتاعه، زي البمارستان بتاع احمد بن طولون. يهمنا برضه هنا، احنا قلنا ان القاعة دي فاطمي، عرفنا منين اللي هي فاطمي؟ لو حد مننا راح متحف الفن الاسلامي وبص هناك هيلاقي فيه اخشاب في القاعات الفاطميه بيقولوا ان هي جايه من الاصل الغربي. هي بالتحديد جايه من هنا، من مجموعه المنصور قلاوون. بصوا الاخشاب الفاطميه اللي فوق دي، الزخارف فاطميه، والمواد كمان، يعني الموضوعات اللي عليها تلاقوا بقى رسوم الغزلان والارانب والسمك. دي مناظر الصيد عند الفاطميين اهو. كل ده اللي كان بيزخرف القصر الغربي الفاطمي. الاخشاب دي اللي خدها علم الدين سنجر الشجاعي واستخدمها زي ما هي كده. وبرضه كان استخدموا حجاره جايه من قلعه المانيال في الروضه بتاعت صالح نجم الدين ايوب اللي المماليك اتربوا فيها. عشان كده برضه المده الزمنيه اللي اتبنت فيها المجموعه دي بيقال انها صغيره جدا. اهو شايفين سمك، بصوا غزلان وارانب. الحاجات دي بتقول لنا اهو سمك، بتقول لنا ان هي فاطمي واضحه جدا. اي حد يعني متخصص في العماره او الفن الاسلامي هياخد باله او يقارن حتى منكم الناس اللي هو اللي تروح، هتلاقي ان ده زي الفاطمي اللي موجود في المتحف الفن الاسلامي في القاعات الفاطميه. ده برضو ايوان من الايوانات، قلنا يعني دول زي العيادات الخارجيه. وفي النص بقى في حديقه اتشالت قلنا علشان اتبنى المستشفى اللي احنا شايفينها دي. بصوا قاع، يعني ده ايوان من الايوانات جاي منه لوح شاذروان اللي هنشوفه دلوقتي. شايفين لوح الشاذروان ده اللي الميه بتنزل عليه يتسقع، كان المفروض عليه رخام، دي الحته اللي متبقيه منه اهو. وبعدين الميه تمشي بقى لغايه ما توصل للحديقه، تمشي بميل كده. في واحده زيها قصادها هناك جايه من الايوان اللي هناك، وشايفين الميه تنزل بميل في النص كده ويتقابلوا بقى في نافوره في نص الحديقه، بحيث ان ده يعمل منظر جميل في وقتها. كل المنشآت الاسلاميه لازم يكون المعماريه دي لازم يكون فيها ميه، شرط اساسي. ده بقى تابوت روماني واضح اهو من شكله، زي الحاجات اللي احنا بنشوفها عندنا في المتحف وكده، بس هما كانوا بيستخدموه يحطوا فيه مواد وكده لعلاج الامراض الجلديه اهو. شايفين هنا برضو ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. خط كوفي، وده مملوكي برضو. البيمارستان فضل شغال لعلاج كل التخصصات لغايه سنه 1856. 1856 هو اتخصص. يبقى احنا قلنا قبل ما نمشي بس ان دي القاعات اللي هي العيادات الخارجيه. طب لو حد بقى بيتحجز هيروح فين؟ هنشوف دلوقتي. المهم في لغايه 1856 يعني العصر الحديث لغايه 1856 ده يعني ده محمد سعيد باشا كان بيعالج كل الامراض.
في الوقت ده في السنه دي هو تخصص لعلاج الامراض العقليه فقط. من هنا برضه هو كان بيتقال عليه، احنا بنستثقل كلمه بيمارستان فاحنا بنقول مورستان، فبقى المورستان المنصوري اللي بيعالج. عشان كده بنقول حتى على المريض النفسي عندنا ده في مورستان، واحنا قاعدين في مورستان على المريض العقلي اهو. فده اتخصص لعلاج الامراض النفسيه. وبعد كده اتنقل بقى في سنه 1880 المرضى النفسيين راحوا في المستشفى العباسيه، عشان اللي هي السرايا الصفراء برضه، عشان كده بنقول على المريض النفسي عباسيه او سرايا صفراء. فلما تقول مثلا ايه يعني هو مورستان او عباسيه او سرايا صفراء كله مرتبط بمكان المستشفى بس. يعني هي كانت هنا ده المورستان المنصوري. كلمه مورستان هي تعني المستشفى عامه، بس احنا عشان خصصناها لعلاج الامراض النفسيه فبقينا نقول عليه ايه؟ نقول على المريض النفسي ده مورستان، ده عباسيه، ده سرايا صفراء. وبعد شويه هيبقى الخنكه، لان في عصر عباس حلمي الثاني اتعمل المستشفى بتاعت الامراض النفسيه اللي في الخنكه، اللي هي اصلا معنى الكلمه الخنقاء، ودي قلناها قبل كده. دي مدرسه الناصر محمد بن قلاوون. وهنا حتى الممر ده اللي هو الفاصل، يعني على اليميننا دلوقتي المدرسه وعلى يسارنا القبه، ده الممر الرئيسي. وبره هناك كده هو ده بقى ميدان بين القصرين، الحته دي بالظبط، الحته اللي هناك دي احنا شايفين ده الجدار بتاع قبه الصالح نجم الدين ايوب. طيب لو بصينا هنا هنلاقي بقى اللي متبقي من الاقسام الداخليه، اللي هو لما مريض هيتحجز هنا ويفضل هنا لغايه ما يتعالج او يموت، ما يخرجش من هنا. ولو مات البيمارستان مسؤول ان هو يجهزه ويكفنه ويغسله ويصلي عليه ويعمل كل حاجه ويسلمه الاهل ويدفنه في مكان يليق بيه كمان لو مات هنا. للاسف وقع حاجات كتير، يعني احنا شايفين ادي قلنا القبه، وهنا المأذنة قلنا بتاعت المنصور قلاوون، وجنبها مأذنة السلطان الناصر محمد بن قلاوون، وهنا مأذنة وقبة السلطان الظاهر بركوك مؤسس دولة المماليك الجراكسة اهو. ودي القبة بتاعته، هو مش مدفون هنا، مدفون في عرافة المماليك. ودي بقى البقايا بتاعت غرف المرضى اللي هنا. بالمناسبة كان مكتوب ان هم لهم سراير، وكان مكتوب ان كان في قسم للعلاج بالموسيقى. انتوا متخيلين؟ بنتكلم في سنه 1284، يعني من به ارق يشغلوا له يعزفوا له كده، يجيبوا عازفين ويعزفوا له علشان يعني ايه يهدى كده واعصابه تهدى اهو. كل الكلام ده كان هنا، اقامه كامله. ولازم زي ما احنا قلنا لازم يكون في مصدر ميه اهو، النافوره، او كان هنا فواره او نافوره لتلطيف الجو. احنا هنزور المنطقه دي ان شاء الله يوم الجمعه الجايه اللي هي 16 مايو. هنبدا الساعه 10 من عند جامع السلطان الاشرف برسباي، ويوم الاربع 14 مايو عندنا ندوه الاربعاء الدائم الساعه 8 فوق مركز الربع الثقافي ورا الجامع الاقمر في شارع المعز. وتقدروا تتواصلوا معانا عن طريق رقم الواتساب اللي موجود على الصفحه. ما تنسوش تعملوا شير، ونشوفكم ان شاء الله في اثر جديد، وان شاء الله نكمل المجموعه بقى القبه والمدرسه في مره تانيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.